وهنا برضو في استوريا قابلت الاستاذ عماد حامد عبد القادر، مواطن امريكي مصري عايش في امريكا من 5 سنين. بنزل مصر سنويا. انا بقول دلوقتي انا غير راضي تماما عن الاوضاع اللي بتحصل في مصر، وعايز اقول ان انا مش ضد مرسي ولا ضد الاخوان، ولكن انا ضد السياسه اللي هم انتهجوها معانا من الاول، لانهم بداوا معانا من الاول بالكذب. وانا من ضمن الناس اللي ضغطت على اهلي في البيت مع انهم كانوا ضد الاخوان وضد انتخابات الاخوان ان هم ينتخبوهم، وانا انتخبت الاخوان، لكن هم ابتدوا سياستهم بالكذب علينا من اول مشروع النهضه الفيك اللي هم بداوه، والناس اللي هم اتكلموا باسم الدين، والمفروض ان الناس انتخبتهم علشان هم يكونوا صادقين، وعلشان هم داقوا العذاب والذل في عهد مبارك، وقلنا هنشوف على ايديهم العدل الاجتماعي وهنشوف على ايديهم الرفاهيه. وللاسف وانا بقول للاسف ان انا سمعت من زمايلي المثقفين ان في يوم من ايامك يا مبارك، الكلمه اللي ما كنتش عايز اسمعها، والكلمه دي ما اتقالتش الا بعد ما شفنا ان البلد من سوء لاسوء، من سوء لاسوء. لما الرئيس في خطابه الخطابات اللي هو فضحنا فيها باسلوبه اللي مش عارف يتكلم فيه لا بالعربي ولا بالانجليزي، واللي هو المفروض رئيس المصريين ولازم يعرف ايه هي مصر، الراجل اللي مش عارف يتكلم عربي ولا يتكلم انجليزي يقول لك انا كنت هنزل اقف، انا لما شفت طابور البنزين كنت هنزل اقف في طابور البنزين. امال المصريين منتخبينك عشان ايه؟ لما انت ما انتش قادر تحل ازمه من ازماتهم. امال لو دخلنا حرب مع جاره من جارتنا او دخلنا حرب مع اي دوله، ايه هيكون نظامك؟ او يكون انت بتتكلم ازاي؟ انت ما انتش عمده في عزبه، ولا انتش عمده، ولا ما انتش غفر، انت رئيس جمهوريه ورئيس مصر. ما انت لازم تعرف ايه مصر. مصر اللي حكمها الالباني محمد علي، عمل منها مصر الحديثه. انا عايزين، انت مصري ابن مصري، انت عملت ايه مصر؟ انا النهارده ما كنت معاك من سنه، انا النهارده ضدك 100%، ووالدي واهلي كلنا ضدك، وكل المصريين. مش ضدك عشان انت اخواني، ومش ضدك عشان انت محمد مرسي، ضدك عشان انت مش عارف تعمل لنا حاجه، ما اثبتتش ان انت تنفع رئيس لمصر ولا واحد في المليون. احنا مش ضدك انت عشان انت عدونا ولا احنا اعداء، ابدا. احنا كلنا ويهمنا في الاول وفي الاخر مصلحه مصر، مصلحه مصر. ولو انت يا محمد مرسي بتفكر في مصلحه مصر 1%، لازم تتنحى حالا وتسلم البلد لايد امينه، وتكون تساعد الناس اللي تيجي البلد. وديت الكلام اللي انا بقوله لك. انا جوايا كلام كتير، جوايا كلام كتير جدا جدا جدا، وانا وزي كل زمايلي المثقفين، كل زمايلي اللي بتفهم، ما احناش ضدك ولا ضد الاخوان، ولا احنا بنحرض على العنف، ولا احنا ضد حرق اي مقر ولا اي مؤسسه في البلد. احنا عايزين مصلحه مصر تكون فوق كل حاجه، وكل الناس لازم تفهم الكلام ده. تفتكر يا استاذ عماد في خلال السنه الرئيس محمد مرسي ايه الحاجات اللي لفتت نظرك انه عملها انجازات؟ يعني في انجازات، ودي الشيء اللي ابهرني انا بقى شخصيا. اما اتكلم مع حد من الاخوان، ليه مش عارف الاخوان عاملين اعدائهم؟ وليه العصبيه القبليه من غير داعي؟ انا عايزك تقول لي، انت قول لي ايه هي انجازاتك؟ انجازاتك سد النهضه الاثيوبي اللي واقف من 30 سنه بدا يتبني، مش دي من انجازاتك يا دكتور مرسي؟ انجازاتك البنزين اللي من ساعه ما انت مسكت الحكم لحد النهارده في ازمه. انجازاتك اللي احنا كنا بنتكلم فيه على رغيف العيش، حتى المواطن البسيط ما حاسش بيه في تقدم. انبوبه الغاز اللي بندور عليها، الكهرباء اللي كنا بنقول عصر حسني كان اسوء العصور اللي ما كانتش بتقطع فيه الكهرباء ولا نص ساعه. الكهرباء النهارده في الايام بتقطع بالايام في قلب القرى والارياف. عايزه ايه؟ المواطن البسيط دي من انجازاتك، اللي هو النهارده واقف ضدك، واقف بيهتف ان انت تمشي. المواطنين اللي ما خرجوش في 25 يناير اللي كنا بنقول عليهم الغالبيه الصامته، النهارده واقفين ضدك يا دكتور مرسي. ليه؟ لانهم مش حاسين بابسط حقوقهم، اللي هو حتى اللي نقول ايه؟ رغيف العيش. مش عايز اوصل رغيف العيش. انا ايه انجازات الدكتور مرسي؟ لو في انجازات، لو انا حاسس ان الراجل ده بيتخطي خط، لا هقول له بقى على الانجاز الاكبر للدكتور مرسي اللي هو رئيس الجمهوريه، الامن. فين الامن يا دكتور مرسي؟ انا مراتي واولادي ما بيخرجوش من البيت بعد المغرب. فين الامن يا دكتور مرسي؟ لما اسمع ان واحده اتخطفت من جوزها، ولا واحد خارج كان بيشتري مش عارف ايه اتقتل عشان خارج بره، فين الامن؟ انت لو انت رئيس جمهوريه وتسمع ان مواطن من مواطنيك اتقتل عشان ما هوش امن، كنت استقلت من اول يوم. ده رايي الشخصي. لكن للاسف انجازات ايه اللي بتتكلموا عليها؟ احنا مش بنكذب ولا احنا مش بنفتري، احنا ما شفناش حاجه وبنقول احنا بنداريها. فين انجازاتك يا دكتور مرسي؟ انا عايز اسمع انجازاتك وتقول لي عليها. قلقان على مصر في اليومين اللي جايين دول هم؟ انا مش قلقان، انا في منتهى القلق.
ونفسيتي تعبانه جدا وانا هنا. هو فكروا احنا في امريكا بعيد عن الواقع وبعيد عن البلد، احنا روحنا متعلقه بالبلد، واحنا مش عشان قاعدين هنا بنعمل فلوس ومبسوطين، لا ابدا، احنا روحنا متعلقه بمصر وبنقول مصر. احنا حالفين اليمين ان احنا ندافع عن البلد اللي احنا فيها، لكن بلدنا احنا متعلقه روحنا بالبلد مصر، والمصريين كده طول عمرنا مصر في قلبنا وهتفضل تجري في دمنا طول عمرنا. شكرا يا استاذ عماد. شكرا. حضرتك بتشكرنا على ايه؟ احنا بنتكلم كلام من قلبي. انت عبرت عن الايجيبشن امريكان فويس هنا اهوت، وشاكرين افضالك، ويا رب مصر تبقى بخير يا رب. يا رب اللهم امين. شكرا ليك.